قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايبي لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل الأخبار الجديدة. ويلا نبلش. خسارة فادحة لشلة دبي في الجوي أووردز. زي ما كتير منكم يا حبايبي عارف انه مبارح كان حفلة مسابقة الجوي أووردز واللي شارك فيها عدد من المشاهير والمؤثرين، ومن بينهم شيرين بيوتي، أسامة مروة، وبيسان إسماعيل. بس الصدمة كانت إنه كلهم خسروا ولا واحد فيهم ربح، وانصدموا كتير وحتى صاروا يبكوا وتأثروا داخل المكان. الشي اللي خلى الفانز يطلع ويحكي إنه هذه الخسارة كانت بفعل فاعل وما كانت صدفة أبداً. وحكوا كمان إنه فوز أنغام على بيسان إسماعيل مش مستحق أبداً، لأنه أنغام صار لها سنين مختفية عن الساحة ولا قدمت شي جديد، بس بيسان إسماعيل أغانيها عم تحقق ملايين المشاهدات وانشهرت مؤخراً بطريقة عجيبة، الشي اللي خلاهم يزعلوا كتير وينصدموا ويحكوا إنه الفوز كان عن طريق الرشوة. وتأثر بيسان إسماعيل كان واضح كتير وما قدرت تمسك دموعها لما عرفت إنه مانها فايزة. وكمان شاركت شيرين بيوتي وأسامة مروة في هذه المسابقة، وكمان هما الاتنين خسروا، إيش اللي صدم المتابعين وفاجأهم مرة أخرى. فهل معقول خسارة شلة دبي كانت صدفة ولا بفعل الفاعل؟ وانتو شو رايكم يا حبايبي؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، وطبعا لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء، أشوفكم الفيديو الجاي.